أسوأ موبايل ممكن تشتريه في 2025. أقل مواصفات في سعره، سعر عالي جدا ما يستاهلش، بطارية ضعيفة في سعره، فوق كل ده شاحن صغير ما ينفعش في سعره، والغريب إن الوزن والسمك زادوا مقارنة بالجيل القديم. وأضيف إن ده أسوأ تصميم موبايل هتشوفه في 2025، كله دوائر وأخرام، مش مفهوم إيه العك ده. باختصار تعالوا نعرف كل تفاصيل ناثينج فون 3 الجديد بسعره الرسمي $800، وكمان نعرف عيوبه وشوية مميزات. فيلا نبتدي. بيقدم تجربة مقبولة مع معالج قوي وجديد سناب دراجون 8 اس جين 4 ممتاز وبدقة تصنيع 4 نانومتر على تقييم انتوتو وصل 2,160,000 نقطة، ممتاز جدا، وفرق عن الفون 2 حوالي مليون نقطة، ممتاز، ونازل بنفس التردد 120 هرتز، ممتاز جدا في الاستخدام والتجربة، وبيقدم تجربة سلسة وسريعة في الحركة والتنقل وبفضل الواجهة الجديدة، وبيقدم لك تجربة صوت ستيريو جميلة. الشاشة مش قوية في سعرها لكن مقبولة وافضل من الفون 2. السطوع من 1600 شمعة بقى 4500 شمعة، ممتاز. مقاس الشاشة من 6.7 انش بقى 6.67 انش، ما يعتبرش فرق. نسبة الشاشة لجسم الموبايل من 87.2% بقت 88.5%، مقبولة. وطبقة حماية الشاشة من جوريلا جلاس 5 بقت 7 اي. معدل تعتيم الشاشة بدل 1920 هرتز بقى 960 هرتز بس، يعني نزل النص. والجودة من فول اتش دي بلس بقت 1.5K. كل ده جميل ونقلة كبيرة بين الجيلين، بس لو قارنته بأي موبايل بنفس السعر هتلاقيه ضعيف وشاشة عادية جدا. وانا لسه عند مبدئي ده من اسوأ التصميمات في 2025، عبارة عن عك، شوية دوائر، شوية اخرام، شوية خطوط دمجناهم، عملنا خلطبيطة بالصلصة. بالنسبة لي فون 2 او 3A او حتى البرو افضل منه. من الاخر تصميمات مفهومة، مش زي ده، اصنفه انه عشوائي جدا. قول لي انت ايه رأيك فيه؟ الظهر عليه حماية من نوع فيرتوس بلس، ونازل بكيرف خفيف من الشاشة لحد الفريم وهو الومنيوم. سمك الموبايل كبير زيادة 9 مللي، والوزن تقيل في الاستخدام الطويل 218 جرام. بيدعم مقاومة مياه معيار IP68، وفي شاشة صغيرة في الظهر عبارة عن بيكسلز جنب بعض باسم جليف انترفيس، وتحتها بالظبط في زرار بتقدر تتحكم فيها. وبيدعم شريحتين نانو 5G اي سيم، جودة الاتصال والشبكات ممتازة. بيدعم اعلى اصدار واي فاي 7، بلوتوث 6 وان اف سي. بيدعم واجهة ناثينج او اس 3.5 مع اندرويد 15. الميزة القوية فيه هو دعم ل5 تحديثات رسمية، وهو مميز في السوفت وير والاستخدام، بس كل ده مع انيميشن جميل وسرعة في الحركه والتنقل ومساعده المعالج والتردد والسوفت وير، ممتاز جدا. حقيقي شكرا جدا ليك لانك وصلت لحد هنا، وما تنساش عايزين نوصل ل 100,000 مشترك قبل نهايه السنه، هوزع هدايا قيمه جدا. كفايه كده وتعالوا نشوف 3 كاميرات مميزين. الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، الثانيه 50 ميجا بيروسكوب زوم مع مثبت بصري و3 اكس اوبتيكال، والاخيره 50 ميجا الترا وايد. العزل ممتاز مع تفاصيل مقبوله، الوان مقبوله، اضاءه مقبوله، صوره مقبوله بتفاصيل مقبوله. الالترا وايد مش الافضل، خسر تفاصيل كتير. التفاصيل ممتازه، وضوح ممتاز، اضاءه ممتازه، الوان مقبوله. العزل مش الافضل، مش ظابط الوش كويس ولا الشعر. الضوء مقبول وضوح مقبول. التفاصيل مقبوله وضوح مقبول، الوان مقبوله وضوء مقبول. انت ايه رايك في الصوره وشايف ايه المميز فيها وايه العيوب؟ في النايت مود مقبول، اضاءه مقبوله وضوح مقبول. نفس الفكره، مقبول بوضوح واضاءه مقبولين. الالترا وايد بتفاصيل مقبوله وضوح مقبول، اضاءه مقبوله. الاساسيه بتفاصيل افضل، وضوح والوان واضاءه افضل. الوضوح مقبول والاضاءه مقبوله. وضوح افضل، اضاءه والوان افضل. وضوح افضل بتفاصيل افضل. لما تزوم اكتر بتلاقي تفاصيل افضل واوضح مع اضاءه ممتازه. كفايه صور ونشوف تصوير الفيديو وهو بيصور 4K 60 فريم. الثبات مقبول، وضوح مقبول، والاضاءه مقبوله. في النايت مود مقبول، وضوح ممتاز، اضاءه مقبوله. الاضاءه مقبوله، وضوح مقبول، الوان مقبوله. بشكل عام مقبول، وضوح مقبول، الوان واضاءه مقبولين. الفوكس سريع، والسيلفي 50 ميجا بكسل ممتاز بتفاصيل مقبوله. الالوان والاضاءه مقبولين، وبيصور فيديو 4K 60 فريم مقبول. الثبات مقبول، الوضوح ممتاز، والاضاءه مقبوله. كفايه كاميرات وتعالوا نشوف عيب كبير جدا فيه، وهي البطاريه. هي 5150 ملي امبير، ضعيفه جدا بين المنافسين اللي بيوصلوا لحد 6000 ملي امبير واعلى كمان. والبطاريه دي من نوع سيليكون كربون، اتكلمنا عنها كتير ووضحت مميزاتها. الشاحن صغير جدا وما ينفعش فيه، سعره 65 واط، وبيشحن كامل في متوسط ساعه، وبيدعم شحن لاسلكي بقدره 15 واط. بينزل بنسختين رام 12 جيجا و16 جيجا بتردد 4800 ميجا هرتز، ومساحه التخزين من نوع UFS 4 ونوعين بس، 256 جيجا و512 جيجا.
حاجه، ما بيدعمش كارت ميموري. تعالوا نختصر كل ده في كام نقطه. عجبني المعالج القوي والجديد بس التصميم وحش جدا وعك. عجبني الشاشه مقارنه مع الفون 2 بس الشاشه نفسها ضعيفه بين المنافسين في سعر $800. الكاميرات ممتازه مع دعمها للاي اي بس البطاريه صغيره جدا في سعرها 5150 ملي امبير والشاحن صغير جدا 65 واط. عجبني الجليف انترفيس والسوفت وير ممتاز بس الوزن تقيل والسمك كبير شويه. سعره عالي جدا على مميزات محدوده. نسخه ال 12 مع 256 جيجا رسميا بسعر $800 كتير جدا عليه، ونسخه الاعلى 16 مع 512 جيجا حوالي $900. السعر ده عالي جدا وتقدر بيه تشوف منافسين اقوى وافضل. مش هرشحه نهائي لحين ظبط سعره. طبعا رايي واضح وانت ليك حريه الاختيار. وما تنساش اكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده واشتراك لايك نجوم. عايزين نوصل الفيديو ده 2000 لايك. تعبت جدا في المراجعه دي عشان اجيب لك كل المعلومات دي صح وفي اقل وقت ممكن. والاكيد لازم تكون عندي على فيسبوك يوتيوب انستجرام تيك توك عشان نكبر العيله ونكون اكبر محتوى تكي في الوطن العربي باذن الله. ما تنساش عايزين نوصل ل 100,000 مشترك قبل نهايه السنه. هوزع هدايا قيمه جدا. وكده خلصنا. سلام.